نستقبل أيام عظيمة، شهر رمضان الذي أنعم ربنا سبحانه وتعالى علينا به. شهر رمضان أنزل فيه القرآن، فتشرف هذا الشهر بنزول كلام الله عز وجل. شهر عظيم، أيام قليلة، قال الله عنه أيام معدودات، أيام قليلة ولكن تحمل من الخير الكثير والكثير. فرض الله سبحانه وتعالى علينا صيامه، حيث قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الأمم السابقة كانت تصوم أيضا هذه الأيام بهذه الآية المباركة، فلذلك فيه خير كثير، تتضاعف الحسنات من رب الأرض والسماوات، ما غفل عنها إلا غافل، وما اجتهد فيها إلا إنسان ذكي. فلذلك في بداية الصيام في عصر صدر الإسلام كان الرجل إذا نام حرم عليه الطعام والشراب والجماع. يعني باللهجة المصرية في عصر صدر الإسلام في بداية الإسلام، نحن الآن نصوم من آذان الفجر، فكان في عصر صدر الإسلام إذا نام الرجل أو إذا نام الإنسان حرم عليه الطعام والشراب والجماع، حتى وإن استيقظ في جوف الليل أو حتى وإن استيقظ في أول الليل. الرجل المغرب تأذن يفطر، الرجل والمرأة الاثنين يفطروا، بس لو حد فيهم نام خلاص انتهى الأمر، يبقى حرم عليه الطعام والشراب والجماع. ولكن الله سبحانه وتعالى رحيم بهذه الأمة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا أبو بكر عاد من صلاة المغرب فوجد زوجه تأخرت عليه بالطعام، يعني صلى المغرب روح بيته عشان يفطر، فمراته تأخرت في تحضير الطعام، في إعداد الطعام. فلما انتظر الطعام نام، وهو قاعد كده بس نام. لما نام خلاص حرم عليه الطعام والشراب، ونرجع نقول ده كله في عصر صدر الإسلام. فلما قام الطعام موجود بس ولكن حرم عليه، فأتى إلى رسول الله في الصباح هزيلا. يبقى جاء لشد النبي تاني يوم كده وهو ضعيف كده وبين عليه أثر التعب. فسيدنا رسول الله يسأل: ما الذي أصابك يا صديق؟ مالك؟ قال: يا رسول الله لقد حدث كذا وكذا وكذا. فربنا سبحانه وتعالى قال: وكلوا واشربوا حتى، كلنا يحفظ هذه الآية ما شاء الله، يعني كلوا واشرب لحد أذان الفجر. فرحمة بالأمة من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن صيام رمضان واجب على كل إنسان قادر، بالغ، مسلم، بالغ، عاقل، قادر. يعني يا مولانا لو إنسان مثلا مريض مش قادر يصوم والدكتور مانعه عن الصيام، يعمل إيه؟ هنقول هنا الأول هو مرض يرجى شفاؤه ولا مرض مزمن؟ يعني بس هو عامل عملية وبعد رمضان هيبقى تمام، يبقى إن شاء الله بعد رمضان هيكمل الأيام. طب لو مريض بقى مرض لا يرجى شفاؤه،
أمراض كثيرة جدا، يعني هيعيش ويموت بالمرض دي، عافانا الله وإياه. يبقى بعد ذلك عليه كفارة بعد رمضان. ولكن هذا الشهر العظيم تتنزل فيه الحسنات، فكان سيدنا رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أجود يعني أكرم الناس، كان كريم جدا، وكان بيبقى كريم بالزيادة وبالزيادة في شهر رمضان المبارك. فلذلك يا سادة نصلي على سيدنا النبي، رمضان لما بيجي بخيره، حسنات تتضاعف، وثواب يتضاعف، بركات تتضاعف. وما اجتهد في هذا الشهر إلا الزكي. في بعض الناس كده بيفكر يقعد يقول وانا هطلع في رمضان ازاي وانا عندي غنيمة من الحسنات، انا هعمل ايه في رمضان؟ طيب يا ترى يعني هختم القرآن كم مرة؟ هذكر ربنا كم 1000 مرة في اليوم؟ هعمل كم أعمال صالحة في اليوم؟ ويبدأ يعد العد. وإنسان آخر يقعد يقول لك وإحنا هناكل إيه في رمضان؟ أو إحنا هنصوم كم ساعة في رمضان؟ أو إحنا مش عارف إيه في رمضان. فلذلك الإنسان الذكي هو اللي يقعد ويبدأ يفكر أنا هطلع مستفاد من رمضان ده إيه؟ الحسنات هاخدها إزاي من رمضان؟ هجتهد في الطاعة إزاي في رمضان؟ أعمل كذا وكذا 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 إزاي في رمضان؟ يبقى الإنسان الذكي هو الذي يعد العدة بالطاعة في رمضان. فلذلك كما قلنا كان رسول الله يجتهد اجتهادا بليغا في هذا الشهر المبارك، يعني يصوم النهار ذاكرا شاكرا، وكان النبي يقيم الليل. يبقى الإنسان يقعد كده أنا هعمل إيه في رمضان؟ ما يبقاش الإنسان كده شغلاه الدنيا ولهيه الدنيا وقاعد عمال بس يفكر في الأحوال الدنيا. يا أخي ما تنشغلش بأكلك وشربك في رمضان، ربنا موجود، الرزاق موجود. وحد فينا بيعرف يرزق نفسه يا أخوانا؟ الرزاق من؟ الرزاق الله. إنما اجتهد أنت وعد العدة بتاع الطاعة في رمضان. فكان رسول الله رجلا جوادا في رمضان، أي رجلا كريما، أي رجلا كثير العطاء. فضل الصدقات يا سادة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا، الإنفاق، الصدقات. وأنفقوا مما رزقناكم. وده رزقك مين يا عم الحاج؟ مش ربنا اللي بيرزقك؟ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت